أسعد الله مساءكم بكل الخيرات. نجوب القاهرة شمالا وجنوبا شرقا وغربا كي نأتي لكم من قلب القاهرة متابعة إخبارية لأهم الأحداث. والنهاردة في ركننا الحواري بنتكلم عن البنوك الرقمية، ايه هي واهميتها. هتنورنا وتشرفنا الدكتوره رشا السطوحي، استاذ علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصريه. والبدايه معكم مشاهدينا اخباريه. على هامش فعاليات القمه الروسيه الافريقيه في مدينه سان بطرسبرغ، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء المنظمات الاقليميه والافريقيه. وفي كلمته اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتحاد الإفريقي هو الشريك الأول لروسيا. كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه أن الشراكة الإفريقية مع روسيا ممتدة من عقود طويلة، وأن روسيا يمكن أن تلعب دورا مهما في حل أزمات ومشكلات القارة الإفريقية. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرغ في اجتماع مع قادة الدول الإفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تابع القادة الأفارقة تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة، خاصة عقب زيارة الوفد الإفريقي لكل من روسيا وأوكرانيا يونيو الماضي لمحاولة الإسهام بشكل جاد في مساعي الحل الجارية للأزمة بين البلدين، مع تأكيد مواصلة دعم القارة لكافة الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، اتصالا بالتداعيات الاقتصادية بالغة الأثر على اقتصادات الدول الإفريقية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وعلى هامش انعقاد القمة الإفريقية الروسية، التقى الرئيس السيسي مع الرئيس رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك، خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية. من جانبه أكد الرئيس رامافوزا حرص بلاده على دفع علاقات التعاون نحو آفاق أرحب، فضلا عن مواصلة التشاور مع مصر بشأن التحديات التي تواجه إفريقيا، خاصة في ظل الدور المصري الرائد على الصعيد الإفريقي وجهدها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية. كما تناولت المباحثات آخر المستجدات والتطورات الإقليمية، فضلا عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم في هذا الصدد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة. وفي كلمته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمام بلاده بالتعاون مع إفريقيا في مشروعات الطاقة، مضيفا أن بلاده تقوم 16 دولة إفريقية وإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر. قيد التصميم والدراسة